السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بيكم في قناتكم اكلة ماما. هنعمل مع بعض النهاردة كفتة داوود باشا على اصولها. كفتة سهلة وسريعة وطعمها في منتهى اللذاذة. هتعمليها في 10 دقايق كده وانتي واقفة، مش محتاجة منك اي مجهود، وسريعة. وكمان هنعملها مع المكرونة الاسباجيتي بالصوص الكفتة. يعني هنسوي المكرونة الاسباجيتي في نفس الصوص اللي سوينا فيه الكفتة، فهتكون شاربة كده من النكهة بتاعت الكفتة، وطعمها هتبقى بجد حلوة جدا. اتمنى تكملوا الوصفة للاخر وتشوفوها وتقولوا لي رأيكم. علشان اجهز كفتة داوود باشا انا معايا نص كيلو من اللحمة المفرومة، طبعا يكون فيها نسبة دهون، اي كفتة لازم يكون فيها نسبة دهون. هنضيف عليها ملح وقرفة وفلفل اسود، توابل لحمة او توابل مشكلة او 7 بهارات المتاح عندك، مفيش مشكلة خالص. هزود بصلاية كده كبيرة مبشورة او مفرومة، اهم حاجة ان انا اعصرها كويس من المية بتاعتها علشان ما تفكش معايا في الكفتة. وكمان هزود فصين من الثوم المفرومين. دي بس كده مكونات الكفتة بتاعتي. كفتة داوود باشا بيتحط فيها توم، لازم توم مع بصل. بعد كده هبتدي بقى ان انا اكورها زي ما احنا شايفين كده لكرات. احاول على قد ما اقدر ان الكرات دي تكون متساوية عشان الشكل النهائي يبقى لطيف. يعني ايدك هي ميزانك، مش لازم باي حاجة، بالعين كده هتحاولي هتظبطيها ان شاء الله. هنكور بقى الكرات بتاعتنا كلها. وفي اضافة كمان مهمة انا نسيت اقول لكم عليها، بنضيف معلقتين دقيق، لو مش متوفر ممكن معلقتين بقسماط اللي متوفر فيهم، عشان لو في اي سوائل من البصل او اي سوائل موجودة في الكفتة، الدقيق او البقسماط هيمتصها فما تفكش معانا. بس كده. هنا بقى هخلص كل كمية الكفتة بتاعتي اكورها كلها. وعاوزة اقول لكم ان انتوا ممكن يعني لو مش هتستخدمي الكمية كلها ممكن تفرزري باقي الكمية في المرحلة دي وهي متكورة كده، وتفرزريها. بعد كده هتخرجيها من الفريزر على التحمير على طول، هتكون جاهزة معاكي. وده اللي انا عملته، انا محتاجتش الكمية كلها فاستخدمت جزء وفرزرت جزء تاني، بقى جاهز معايا بس على التسوية. كده خلاص الكمية بتاعتي قربت تخلص، وزي ما احنا شايفين حاولت على قد ما اقدر ان هي تكون كرات متساوية. هنا بقى كده خلصت الكمية بتاعتي كلها. كده بقى دي مرحلة التحمير. بعد ما خلصنا بقى تكوير الكرات كلها كده، هبتدي بقى ان انا احمر بقى الكرات بتاعتي او الكفتة بتاعتي في الزيت، تاخد لون من كل جانب. وعلى فكرة ده بقى الجزء اللي انا بقول لكم عليه، انا فرزته خلاص، يعني انا استخدمت جزء وجزء تاني فرزته. في المرحلة بقى بتاعة التحمير كده خلاص هي بقت مستوية وجاهزة. يعني ممكن في المرحلة دي ممكن تاكليها كده على فكرة متحمرة وهتكون لذيذة جدا كمان، بس احنا هنعمل لها صوص احمر. بعد بقى ما هنتهي من مرحلة التحمير هبتدي بقى ان انا اجهز الصوص بتاع الكفتة. الصوص بتاعها سهل جدا جدا، مفيهوش اي تعقيد خالص. صوص عادي جدا ببصل وطماطم زي اي كفتة. انا بقى اتأكدت كده ان هي اخدت لون من كل الجوانب. بعد كده بقى اخرجها من الزيت، وزي ما قلت لكم في المرحله دي هي مستويه، ممكن ناكلها لان الكفته مش بتاخد وقت خالص في السوا. بس احنا هنعمل لها صوص احمر، يعني اصل داوود باشا بيتعمل لها صوص احمر. هنا بقى معايا زيت، يفضل ان انا اصفي الزيت اللي انا حمرت فيه واستخدمه عشان هو فيه كل النكهه بتاعه الكفته والبروتين بتاعها. هبتدي بقى ان انا كده احمر بصلايه كده محترمه، هشوحها كده بس تاخد لون، وبعد كده انزل عليها بصلصه الطماطم او عصير الطماطم، تاخد بقى تسبيكه كده مع بعضها. وبعد كده هزود بقى شويه من الميه او مرقه اللحمه لو موجود. التوابل بتاعتها هتبقى بسيطه، ملح وفلفل اسود بس.
انا خلاص استخدمت القرفه والسبع بهارات كل التوابل في الكفته، فانا مش محتاجه في الصلصه غير ملح وفلفل اسود، عشان التوابل ما تكونش طعمها كتير قوي وطاغي على طعم الكفته نفسها. هنا بقى بعد ما الصلصه بتاعتي كده خلاص غلت كويس، هنزل بقى بالكفته بتاعتي، لان زي ما قلنا هي مستويه فمش هتاخد سوا. انا بس عاوزاها يعني تتشرب من طعم الصلصه، والصلصه كده تتشرب منها ويمتزجوا كده مع بعض. بعد كده صفيتها من الصوص بتاعها، وكان عندي مكرونه سباكيتي مسلوقه، نزلت بقى المكرونه الاسباجيتي في الصلصه بتاعه الكفته. عاوز اقول لكم بقى ان الخطوه دي تحفه. انتي هنا بقى بنستخدم الصلصه بتاعه الكفته بان احنا بنسوي فيها المكرونه، فبتاخد طعم الكفته بجد خطيره خطيره. وهنا بقى كده نزلنا الكفته بتاعتنا على المكرونه، وبألف هنا وشفا، وكده الوجبه بتاعتنا جاهزه بألف هنا. طبعا في ناس بتحب الكفته دي جنب الرز بشعريه، في الحاله دي طبعا تكون بالصلصه بتاعتها زي ما هي جنب الرز بشعريه، برضو بيكون طعمها حلو ولذيذ جدا. اتمنى تكون الوصفه عجبتكم، واتمنى تجربوها وتقولوا لي رايكم في التعليقات. ولو لسه ما اشتركتوش يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. واستناكم فيديو جاي على خير. سلام.